بتبتدي حكايتنا النهارده مع افضل معالج سحر في العالم كله اللي ما بيبقاش عنده معلم اساسا لانه علم نفسه بنفسه، علم نفسه في نفسه في عالم مليان بالسحر والشعوذه واشباه البشر والوحوش. بنشوف بعد كده صاحبنا زين هو وصديقته اللي بتصحيه وبتروح تجهز له الشاي علشان يفطر قبل ما ينطلق في مهمته لعلاج مريض من مرضاه، وبنعرف ان زين معالج رائع ولكن للاسف ما فيش معاه اي شهاده رسميه لانه علم نفسه بنفسه زي ما قلت لك من شويه، وعلشان كده بيقرر ان هو يعالج الناس في الخفا مقابل شويه مال صغيرين. وبنعرف ان هو عايش في مملكه هيرزو اللي تعتبر بلده اساسا ومهتميه جدا بالمعالجين اللي فيها لدرجه ان هم الاساس في توسيع المملكه وشهرتها بين الممالك الاخرى. وبنرجع تاني عند زين اللي بيعرف ليلي ان هو ينطلق للمهمه بتاعته دلوقتي حالا، وبيعرفها ان هو يرجع قبل ما الليل يحل، فبتقول له ياخد باله من نفسه وان هي هتحضر العشاء وتستناه لحد ما يرجع. بتبدا ليلي بالفعل ان هي تجهز الاكل بعد كده وبتجي لها كراميلا، ودي تعتبر واحده من سكان المنزل او زي ما تقول كده نقدر نقول ان هي صاحبتها اساسا. ليلي بتعرفها ان الاكل لسه ما خلصش، فبتتحمس كراميلا جدا للاكل وبترجع لغرفتها من تاني. وفي الوقت نفسه بتيجي زوفي اللي بتكون زعيمه قبيله السحالي في الاحياء الفقيره، وبرضه بنعرف ان هي صديقه زين وليلي وجايه علشان تقابله. فليلي بتستقبلها وبتعرفها ان زين خرج لعلاج مريض دلوقتي وان هو راجع تاني. وبعد شويه بتيجي لينج زعيمه قبيله الذئاب، وبعدها كمان بتدخل لوي زعيمه الغيلان، وبيبقى اصدقاء زين هم كمان برضه وبيبقوا عايزين ان هم يقابلوه، فبتقترح عليهم ان هم يستنوه لحد ما يرجع. وبيبقى الثلاثه بيتخانقوا اساسا على مين الاقرب لزين، وبنعرف ان الثلاثه معجبين بيه وبيحبوه يا ساده. وفي اللحظه دي بتسيبهم ليلي هم بيتخانقوا مع بعض كده، وبتقول لهم ان هي هتكمل تجهيز العشاء وبتعزمهم على الاكل، وبتقول لهم ان هم يستنوا ياكلوا مع زين لما يرجع، وبتكون فرحانه جدا بلمه الاصدقاء. بنشوفها بعد كده لما كانت بتحط المكون السري بتاعها في الاكل، وهي عشبه نادره جدا وصعب ان هم يلاقوها. وبعد شويه بنشوفها لما بتطلع تلم الغسيل من الحديقه، وبتقول لهم ان هم ياخدوا بالهم من الاكل عبال ما ترجع. بس ولكن الثلاثه بيكونوا مفجوعين وريحه الاكل اصلا بتشدهم وبتكون لذيذه، فبيقربوا من الحله وبيبداوا ان هم يدوقوا لحد ما بيخلصوها كلها. بيرجعوا لوعيهم بعد كده من تاني يا صديقي، واول لما بيخلصوا الصينيه بيقلقوا جدا من رد فعل البنت ليلي. بيبداوا يرموها على بعض في هذه الاثناء، بس بتقترح عليهم لوي ان من الافضل ان هم يجهزوا الاكل من جديد لحد ما ترجع ليلي تاني، ولكن للاسف مش بيلحقوا ان هم يعملوا اي حاجه. فبتدخل عليهم وبتتصدم حرفيا من اللي هي شايفاه. بتسالهم بغضب في هذه الاثناء عن اللي حصل ده، فيبداوا يشرحوا لها ان هم ما كانوش قاصدين ابدا يعملوا كده، بس ولكن بعدها بتظهر كراميلا واللي بتبقى ملكه الاشباح، وبتبقى متعصبه جدا ان هم خلصوا الاكل كله لانها كانت متحمسه اصلا ان هي تاكل منه وكانت مستنياه بفارغ الصبر. بيجروا هم الثلاثه يركعوا تحت رجلها في هذه الاثناء، وبيبداوا ان هم يتوسلوا لها علشان تسامحهم ووعدوها ان هم يحضروا الاكل من جديد. بيجروا بعد كده زي الكلاب علشان يجيبوا المكونات من تاني، وبتقول لها كراميلا في هذه اللحظه ليلي ان هي طيبه جدا علشان سامحتهم، وان هم لو كانوا شربوا المشروبات كمان كان زمانها خلصت عليهم دلوقتي على طول. فبترد عليها ليلي ان هي كبيره وعاقله وبتستخدم عقلها دايما ومتخليش حاجه زي دي ان هي تضايقها، بس بتبقى خايفه لحسن الاكل ما يجهزش قبل ما زين يرجع يا ساده. بينتهي بينا المشهد بقى عند الاخ زين اللي بيكون راجع للبيت بتاعه، ولكن في الاثناء دي بيلاحظ بنت ثعلبه ماشيه في الشارع وبيبان عليها التعب. بيبدا ان هو يراقبها في هذه اللحظه علشان بس يعرف ايه حكايتها، ولكن فجاه بيظهر رجل بشري من النبلاء واللي بيكون سيدها وبيضربها بشده علشان سابت العمل بتاعها. وبنعرف ان هي سابت العمل وراحت للمستشفى بدون اذنه. بنلاحظ بقى بعد كده ان في الم شديد في البنت وان في طاقه شريره بتلف حواليها. بتترمي على الارض في الوقت ده وبتبدا ان هي تتألم من شده الوجع اللي في جسمها، فبيسيبها سيدها الخسيس وبيقول لها ان هو يرجع للبيت. بس ولكن بتحصل حاجه غريبه جدا في هذه اللحظه، والبنت بتهجم على السيد بتاعها وبتصيبه اصابات خطيره. ما بيكونش فاهم اي حاجه وبيقول لها بتعملي ايه يا بنت المجنونه، وبيهرب منها لحد ما بيقابل زين. بيطلب منه المساعده وبيقول له ان الخدامه بتاعته عايزه ان هي تموته وبتتصرف بغرابه جدا. فبيدخل زين يواجه البنت اللي بتهجم عليه بكل شراره، وبيقدر ان هو يهزمها بكل سهوله يا ساده، وبيستخدم السحر العلاجي بتاعه المذهل علشان يزيل الشر منها. فالسيد بيتصدم حرفيا من قوته الرهيبه وبيطلب منه ان هو يشفوه كمان، ولكن زين بيرفض وبيقول له ان ده هيكون بمقابل وان الثمن هيكون غالي جدا. فالراجل على طول بيوافق من غير حتى ما يفكر ولا يتردد ولا يعرف هو كام. فبياخد منه زين في هذه اللحظه البنت اللي موجوده معاه وان هو هيكون الملك الجديد بتاعها، وبيبدا بالفعل ان هو يعالجه على طول. ولما بتستيقظ البنت بتعرف من زين كل اللي حصل ده، فبيسالها عن اسمها، فبترد عليه وبتقول له ان هي اسمها تيل. بيخليها زين بعد كده تخلع ملابسها علشان يفحصها من تاني، فبيكتشف زين بعد كده سبب المها وبيعالجها تماما. البنت تيل بتكون اخيرا بقت في امان، وبيطلب منها بعد كده طلب مقابل ان هو يحررها. فتيل بتتصدم جدا وقتها من الطلب لانه بيكون حاجه تافهه جدا لاشباه البشر، وهو يعتبر ايجار العشبه السريه اللي بتستخدمها ليلي في الاكل بتاعها. وفعلا تيل بتقدر ان هي تلاقيها، وعلى طول زين بيدي لها حريتها اول لما ياخدها منها.
فبتبقى مستغربه جدا من اللي حصل ده وبتشكره على اللي هو عمله علشانها وبتقول له ان هي هتزوره كل وقت والتاني. بيرجع بعد كده زين في الوقت ده لمنزله وبترجع البنات الثلاثه هم كمان بالمكونات بتاعتهم، وليلي بتكون سعيده جدا علشان جاب لها المكون السري بتاعها وبتقول لهم ان هي هتجهز العشاء على طول مش هتتاخر. بيرجع بينا الزمن بعد كده يا صديقي وبنشوف من بدايه الحكايه بتاعت زين لما كان ولد صغير وكان عايش وقتها في شوارع الاحياء الفقيره، فبيجي واحد من المغامرين وبيضمه للفريق بتاعه، وبتعدي الايام وبتكبر فرقه المغامر ده وبيبقى ليها مكانه عاليه جدا في المكان، وده طبعا كله بفضل زين وسحر الشفاء بتاعه، بس للاسف ما بيفهموش قيمته وبيطردوه من المجموعه لانه من عامه الشعب. بيدوا له عمله ذهبيه وقتها وكانهم بيعطفوا عليه، ولكن بطلنا زين بياخد العمله منه وما بيهموش الطرد خالص وبيبدا حياته من جديد. بيبدا بعد كده ان هو يتجول في الشوارع وبيفتكر هيعمل ايه بالعمله دي، فبيلاقي مجموعه من التجار بتوع العبيد اللي خاطفين بنت من الارياف. البنت دي بتكون ليلي وبتبدا ان هي تقاومهم في هذه اللحظه، ولكن بتعانى واحد من العصابه بتكون بين الحياه والموت، فبيتدخل بطلنا زين وبيزعل الراجل علشان طعن طفله صغيره، وعلشان يتجنب المشاكل بيشتريها منه بالعمله الذهبيه، وبيقدر ان هو يعالجها بعد كده وبترجع افضل من الاول يسهدها في لمح البصر، لدرجه ان ليلي نفسها بتبقى مندهشه حرفيا ومش مصدقه ابدا قوه زين. بيبدا يفكر زين بعد كده يا ترى هيعمل ايه معاها، لان تعتبر هي زيه ما عندهاش بيت ولا اهل يسالوا عليها، ما بيشغلش باله بياخدها علشان تشتري هدوم بدل الهدوم المقطعه، وبيروح احدى المطاعم علشان ياكلوا، ولكن بيطلب لها بس هي علشان فلوسه خلصت. بيكون شايل الهم وقتها عمال بيفكر في اي طريقه علشان يكسب منها المال، بس في نفس الوقت بيضحك له الحظ وبيدخل عليهم واحد مصاب بطلقه سحريه في دراعه وبيتألم بشده، فزين الانسان وقتها بيقرر ان هو لازم يعالجه بسرعه، واول لما بيعمل كده بيندهش الراجل حرفيا من قوته وبيدفع له فلوس. فبيجي بعد كده لزين فكره ان هو يفتح عياده ويبدا ان هو يكسب المال من الناس المصابه، بس هيشتغل في الخفاء، لان طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده معهوش رخصه رسميه في المملكه، فبياخد ليلي معاه وبيقرر ان هم يفتحوا مشروعهم مع بعض. وبيروح بعد كده زين للجزء المهجور من المدينه واللي بيبقى فيه مشاكل مرعبه جدا، وليلي بتكون قلقانه عليه في اللحظه دي، فبيرد عليها بيقول لها ان المكان ده الافضل علشان يبعد عن الانظار تماما. بيدخلوا بعد كده احد المنازل وبيطلع للاسف بيت ملكه العفاريت، وبنعرف ان مفيش اي حد قابلها قبل كده وطلع عايش بعدها، والبنت دي اللي بتكون هي كراميلا نفسها، فبتخاف ليلي وبتقول له ان هم هيموتوا خلاص دلوقتي، بس ولكن بعدها بتحصل حاجه غريبه جدا يا صديقي، وزين بيقدر ان هو يرقعها بكل سهوله لدرجه ان هو كان قادر ان هو يقتلها، لانه طبعا متعود على مواجهه الاشباح بالسحر بتاع الشفاء بتاعه، واللي هو السلاح الوحيد اللي يقدر يخلص على الاشباح بيه. فبيتكلم زين بعد كده بيقول لها ان هو مش عايز منها حاجه غير ان هي تسمح له بالبقاء معاه في المنزل بتاعه لمده ايام، ولما بتفهم كراميلا على طول ان هي مش هتقدر تعمل له اي حاجه، فبتتكلم وبتقول له ان الدور الاول يقدر ان هو يقعد فيه وهي هتقعد في الدور الثاني. وبتعدي الايام وبالفعل زين وليلي بيجهزوا العياده بتاعتهم وبتبقى جميله كبدايه ليهم، بس ولكن وقتها للاسف بتزهق ليلي لان مفيش ولا زبون حتى بيجي لهم. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم الراجل اللي عالجه زين قبل كده في الطائفه السحريه، فبيندهش الراجل لما بيعرف ان زين عارف ان هو جاي، وبيقول له زين ان اصابته كانت بتدل ان هو شغال في حاجه خطيره وعلشان كده اكيد مش هيروح للمستشفى. الراجل بيعرفه بنفسه وبيقول له ان هو اسمه زوندي، وفي نفس الوقت بتدخل اخته اللي بيكون اسمها زوف وهي زعيمه قبيله السحالي، بتبدا ان هي توري له الجرح اللي موجود عندها وبيكون ذراعها شبه ميت تماما. زين بيرد عليها بكل ثقه بيقول لها اقدر اعالجك عن طريق قطع دراعك، بس العمليه دي هتكون متكلفه جدا وهي مليون يوان. فبيندهش وقتها حرفيا من الرقم الغالي وبتبدا ان هي تهدده وبتعرفه بنفسها، فبيقول لها ان السعر ده لسه زي ما هو، وان هو مش خايف ولا قلقان منها بعد التهديد اللي هي عملته حتى لو كانت مين. بيبدا يفهمها بعد كده ان العمليه خطيره بالفعل وان هو مش هيقطع دراعها كده ويسيبها، اكيد ده هيرجعه لها من تاني بعد ما يتعمل. فزوف وقتها بتندهش حرفيا لما بتعرف ان هو يقدر يرجع لها دراعها مره تانيه وبتوافق على طول. وفعلا زين العبقري في هذه اللحظه بيبدا ان هو يقطع دراعها باسلوب مدهش وبيرجع تجديده من جديد، وفي اللحظه نفسها بتعجب زوف بزين بسبب اللي هو عامله، بيكونوا اصدقائه بيتعاملوا كانه واحد من اهلها. وفي المساء بنشوف زين وكراميلا قاعدين علشان يشربوا الشاي مع بعض وبيبقوا جزء من العائله واحده اخيرا، ولكن في نفس الوقت ده بتظهر لهم لينج زعيمه الذئاب وبتهجم على زين هي والعصابه بتاعتها، وده طبعا علشان تقضي عليه بما انه ساعد عدوتها زوف. بس بنت المجنونه وقتها بتتصدم لما بتعرف ان الاسلحه بتاعتها بتتكسر وزين ما فيهوش خدش واحد حتى، بس برضه بيفضلوا ان هم يهجموا عليه بدون اي ملل يا ساده، وما بترضاش ان هي تسمعه تماما لغايه ما بتظهر كراميلا، فبيترعبوا حرفيا منها وبتبقى هتعاقبهم علشان بيدمروا المنزل بتاعها. فلينج بتبدا ان هي تعتذر لها في هذه الاثناء وبتتوسل ليها علشان ان هي تسامحها على اللي حصل ده، بس من غير اي فائده. فبيتدخل زين في هذه اللحظه وبيطلب من كراميلا ان هي تسامحهم بالفعل، فكراميلا وقتها طبعا علشان بتخاف من زين فبتسامحهم وبترجع للاوضه بتاعتها وبتكون متضايقه على الاخر. في الوقت ده كراميلا بتدرك ان لينج ليه سلطه على ملكه الاشباح بنفسها، فبتحترمه جدا بسبب قوته، وبتبدا ساعتها هي كمان تعجب بيه. وفي الصباح التالي بيظهر واحد من الاورك يا ساده بيكون تبع الزعيمه لوي زعيمه الاورك، وبيطلب منه في هذه الاثناء
وبيبدا ان هو يجي معاه بسرعه علشان ينقذ حياه لوي. بيستغرب زين وقتها ان هي ما جتش بنفسها، فبيعرفوا الراجل ان هي حالتها صعبه جدا ومش قادره ان هي تتحرك من مكانها، فبيوافق بالفعل زين وبيروح معاه على طول. بيقابل لوي اللي بتبقى بحثت عنه كتير علشان تعرف منه مين اللي بقت صديقه قبيله السحالي والذئاب في نفس الوقت ده. وبتعرفوا بعد كده ان في حجر سحر في معدتها اكلته عن طريق الغلط، بس للاسف دلوقتي الحجر ده ما طلعش من بطنها. وبتعرفوا ان هو ينفجر لو فضل في بطنها كتير، ولكن بتقول له ان المشكله مش هنا، المشكله في اتباعها اللي مش عايزين يبعدوا عنها. متمسكين بها جدا وبيقول لها لو هتموت احنا هنموت معاك على طول، علشان كده اضطرت ان هي تستدعي. وبتقول له ان هو لو ساعدها هتديله مفتاح الخزنه اللي فيها كل الكنوز بتاعه القبيله بتاعه الاورك. فبيقرر زين وقتها طبعا ان هو يساعدها علشان اللي هي قالته ده، وبيستخدم ادواته السحريه وسحره الخارق في علاجها على طول. وبيقدر بعد شويه ان هو يطلع الحجر بالفعل وبيدمره كمان. لوي وقتها ما بيكونش مصدقه نفسها وتندهش حرفيا من قوته السحريه المدهشه دي، وان هو فجر الحجر في ايده من غير ما يموت حتى. بتساله بعد كده ازاي قدر ان هو يدمر الحجر ولسه سليم كده، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو استخدم تقنيه دفاع بسيطه علشان يحمي ايده. لوي طبعا ما بيكونش فاهم اي حاجه، ولكن بتديله المفتاح زي ما هي وعدته، بس بيرجعه لها مره ثانيه وبيقول لها ان هو مش محتاج منها اي حاجه. فلوي بتعجب بيه في هذه اللحظه هي كمان بسبب اللي هو عمله معاها، وبتوعده ان هي تفضل مدينه ليه طوال حياتها. وبيعدي الوقت بعد كده وبنشوف زين لما كان قاعد مع ليلو اللي بيبان عليها ان هي متضايقه جدا، فبيسالها عن السبب، فبترد عليه وبتقول له ان هي متضايقه من لوي وزوف ولينج كمان بسبب ان هم زودوها كتير. وبالرغم ان هو ما فهمش اي حاجه، ولكن هي بتكون غيرانه جدا عليه منهم، وان هم معجبين بيه كمان، لان هي كمان معجبه بيه، بس للاسف هي طفله صغيره ما عندهاش امكانيات زيهم مدهشه كده. زين اصلا بيكون عبيط ومش فاهم اي حاجه ولا عارف ان هم معجبين بيه، ولا حتى البنت ليلي هي كمان. ومع الوقت بنشوفهم هم الثلاثه لما اعلنوا الحرب على بعض، وده السبب الاساسي هو الفوز بقلب زين. وفعلا بيتجمعوا في ارض محايده، وبيجي زين في هذه اللحظه وبيقول لهم انه مش هيمنعهم ابدا من القتال، وهيقعد يتفرج عليهم لحد ما يتعبوا، ومش هيقرب منهم ولا يحوشهم تماما، وهيسيبهم لحد ما يشبعوا من الخناق. وبيبدا بعد كده القتال بينهم بالفعل وبينفخوا بعض، بس بيلاحظ حاجه غريبه جدا وقتها مع الوقت ان محدش منهم بيتصاب باي اذى، وده لان زين بيعالجهم على طول في لمح البصر يا ساده من غير ما ياخدوا بالهم. فبيقرروا وقتها ان هم يوقفوا القتال، بما ان كل ده ملوش اي 60 لازمه غير التعب على الفاضي. وبيعلنوا الهدنه مع بعض دلوقتي، وبيقرروا ان هم يكونوا اصدقاء خلاص. وبيوصل بعد كده الخبر ده للمملكه، واللي بيبقوا متضايقين جدا بسبب اللي بيحصل ده، لانهم يعتبر كانوا مستفيدين من القتال والخراب اللي كان حاصل في الاحياء الفقيره. فبيبعت قائد الفرسان بعد كده نائبه القائد كريش علشان تحقق في الموضوع بنفسها واللي بيحصل هناك. وفعلا بتتسلل هناك وبتبدا تسال عن الوسيط، بس محدش من الناس بيرضى ان هو يعرفها اي معلومه. وبتضطر وقتها ان هي تهدد واحد منهم بالسلاح، بس بينده على زوف قائده السحالي، فبتهرب كريش على طول اول لما بتشوفها. بس ولكن بنت العبيطه بتقول للاسف في الطريق بتاعها ما بتعرفش ان هي توصل للمدينه، فبتقرر ان هي تتدرى في اي مكان. بتفضل تدور هنا وهناك بنت العبيطه لحد ما بتوصل لمنزل زين اللي بيكون في الجزء المهجور من البلده. واول لما بتدخل هناك بتفتكره من المجرمين خاطف الاطفال، بما انه معاه طفله صغيره، فبتطلق عليه النار في هذه اللحظه وبتقول له سلم نفسك وعايزه تقبض عليه. وبتحاول ليلي ان هي تفهمها، بس من غير اي فائده ما بتسمعهاش، بس بسبب الالحاح بتاع البنت ليلي بتسمع منها، فاخيرا بتكتشف ان زين مش شرير خالص وان هو منقذها. وبتندهش اكتر واكتر لما بتعرف ان زين ما اتصابش خالص بسبب الهجوم بتاعها ولا في حتى اثر. وبتعتذر له عن سوء الفهم اللي حصل ده، وان هي حكمت على غلط، وبتقعد بعد كده علشان تتعرف عليه. وبتبدا ان هي تساله عن الوسيط لو يعرف اي معلومات عنه، وبتقول له ان هي كل اللي تعرفه عنه ان هو معالج مش اكتر بمستوى خارق. وبتطلب منه بعد كده ان هو يساعدها في التحقيق عن الوسيط، وبتحكي له عن مهمتها السريه علشان يقدر ان هو يساعدها. بيحاول بعد كده ان هو يفهمها ان الوسيط ده شخص طيب جدا، بس بتبقى تقلب عليه، فبيرد عليها بيقول لها ان هو مجرد راي مش اكتر. بتقترح عليهم بعد كده كريش ان هي هتبات معاهم علشان تشوف الموضوع ده، وبتقعد بعد كده علشان تتكلم مع زين، وبتحكي له عن حياتها من وهي صغيره، وان كمان امها ماتت بسبب المجرمين في الاحياء الفقيره، وبتشرح له قد ايه بتكره الناس ديت. بيعدي اليوم وبتمشي كريش، وبعد كده بتيجي زوف علشان يعالجها زين من المرض بتاعها، بس بتحصل حاجه غريبه جدا وقتها يا صديقي، وبنلاقي ان كريش رجعت مره تانية فجاه. فبيحاولوا وقتها ان هم يخدعوها ان زوف كانت معديه بالصدفه من هنا مش اكتر، وان هي مش جايه له مخصوص، وان هي يعتبر طلعت هي كمان، ولكن كريش ما بتكونش مصدقه وعارفه ان هو بيخدعها. زين ساعتها بيفكر ان الصدق هو الحل الوحيد دلوقتي، وبيعرفها اخيرا ان هو الوسيط. ولكن بنت المجنونه مش بتصدقه في هذه اللحظه، وبتعرفه ان مستحيل واحد يقدر ان هو يكون متميز في السحر بتاع الشفاء والدفاع في نفس الوقت. وبتسيبهم بعد كده وبتمشي وبتروح للورد اللي بيكون اسمه كال، واللي بيكون مسؤول عن المنطقه بتاعه الاحياء الفقيره، وبتبلغه بعد كده ان في لصوص كتيره موجوده في المنطقه، ده غير ان الراجل اللي بيخطف الاطفال. فاللورد وقتها بيتعصب وبيلم اللوم كله على قبيله السحالي،
دي. فبتصدقه كريش اكيد، بس بتطلب منه ان هي عايزه تحقق في مستوى الامن في القصر كمان، وفعلا بيوافق وبياخدها المكان كده، ولكن بتشك فيه كريش فجاه في اللورد ان هو المسؤول عن خطف الاطفال. فبتطلب منه ان هي تستخدم الحمام قبل ما تمشي، وبتبدا بالفعل ان هي تدور في كل مكان في القصر على اي ادله، لغايه ما فعلا بتوصل لبئر جوه الساحه، وبتلاقي جواها ان في مجموعه من الزائرين اللي فيهم عدد كبير من الاطفال. وبكده يا صديقي تكون اكتشفت الحقيقه وبتجري بسرعه علشان تقدر ان هي تساعدهم، بس فجاه بيهجم عليها اللورد بمسدسه، وبيقدر بعد كده ان هو يقبض عليها هي كمان بعد ما اصابها بشده وقطع دراعها. فبيرماها في الزنزانه هي كمان يا ساده، وبتبقى خلاص هتموت من كتر النزيف، بس بتوصل زوف في هذه اللحظه هي وزين. فبيطلق اللورد على زين نار في هذه الاثناء، بس من غير اي فائده. فبيمسك منه سلاح زين وبيقدر ان هو يخلص عليه بطلقه واحده، وبيقدر ان هو يساعد كريش بعد كده في العلاج بتاعه، بينقذ الاطفال. فبتشكر كريش على مساعدته ليها، وبتغير فكرتها اخيرا عنه، وبتكون معجبه هي كمان بزين، وبيكونوا اصدقاء هم كمان. بينتقل بينا المشهد بعد كده عن فرقه زين القديمه بالمغامرين، واللي بيكونوا في مهمه خطيره قصاد وحوش معينه بناء على طلب احد النبلاء الكبار في المملكه، بس ولكن المره دي بيكونوا طبعا من غير زين، فبيتصابوا بشده وبيبقوا هيموتوا للاسف. وبيعرفوا قيمه بطلنا في هذه اللحظه اخيرا، وان هم مجرد قمامه من غير ولا شيء. وبعد كده بينضم اليهم البنت امين، ودي تعتبر معالجه معاها رخصه من المملكه، وبيدخلوا الكهف من تاني علشان يحاولوا مره كمان، واللي بيكون موجود فيه وحوش كتيره، ولكن للاسف بتكون معالجه زي ايه معالجه تانية مش بتضيف لهم اي حاجه لانهم مجموعه من القمامه. القائد وقتها بيرمي اللوم عليها لانها مش بتشفيهم بسرعه، وبتزيل اثار الجروح على طول. فبتستغرب البنت من كلامه وقتها، بتقول له هو انتوا مجانين ولا ايه يا ابني؟ اللي انتوا بتقولوه ده ما يعملوش غير معالج من مستوى اسطوري. فبيتصدم وقتها الاغبياء دول، بس بيعرفوا ان هم ضيعوا افضل معالج من ايديهم، واللي هو بطلنا زين. القائد المغرور بيقرر ان هو يرجع زين له مره تانية، وبيقول ان هو هيكون مبسوط اكيد وسعيد لانه هيرجعه تاني. وفعلا بيروحوا بعد كده الاحياء الفقيره علشان يدوروا عليه، ولكن ما بيكونوش لاقيينه. فبيطلبوا المساعده من الاحزاب الثلاثه الكبار. بيبداوا يعدوا على اصحاب زين واحده واحده في هذه الاثناء، وبيسالوها عنهم، ولكن ولا واحده بترضى ان هي تجاوبهم ابدا. بيروحوا بعد كده اللي بيسالوها عنه، واللي هي بتتكلم بعد كده وبتقول لهم ان هم لو ضايقوا زين هتخلص عليهم كلهم. فبيستغرب القائد وقتها من السلطه بتاعت زين اللي حلت عليه مره واحده كده، وبيقول ازاي قدر يعملها. والناس كلها بقت عارفاه بقى اصدقائه، وعمال يعافر اساسا علشان يخلي حد يهتم بيه او يعرفه. بيقابلوا بعد كده زين في الطريق، وبيكون معاه البنت ليلي، فبيعرضوا عليه بكل تكبر ان هو ينضم ليهم من تاني. فبيفاجئهم بطلنا زين وبيديلهم الصدمه بقى هنا، وبيرفض على طول. وبنلاقي بعد كده ان كل سكان البلده بداوا ان هم يحترموا زين ويحبوه جدا. فبيتضايق القائد المجنون دلوقتي من المكان اللي وصل لها بطلنا زين، وان هو اخذ المجد اللي كان القائد بيحلم بيه. الغضب بيكون عميق، بيقرر في هذه اللحظه ان هو يقضي على زين، وبالفعل بيهجم عليه بكل قوته. ولكن في اللحظه اللي بيهجم عليه فيها بتظهر البنت كريش وبتوقف هجومه بضربه واحده. فبيتصدم وقتها القائد الحقير ان كريش نائب القائد الفرسان بنفسه صديقه لزين هي كمان، وبيهرب بسرعه وقتها منها. بيتجمع بعد كده الاصدقاء في عياده زين، ولكن بيكونوا قلقانين جدا لان مش عارفين القائد الغبي ده راح فين هو واتباعه. وبيبقوا قلقانين اكتر واكتر احسن يستعين بنقابه الظل، واللي يعتبر اخطر النقابات في البلاد. والكل بيكون قلقان على زين في هذه اللحظه احسن يحصل له اي حاجه. وفعلا بالليل يا صديقي بتحصل حاجه غير متوقعه تماما. بيكون في صوت ضوضاء عالي وتدمير قريب من المكان. كراميلا بتطلع تتفقد المكان بعد كده، وبتتفاجئ ان في وحش عملاق بيهاجم الاحياء الفقيره وبيدمرها.